طب عليكِ كده ضيوف فجأة وما عندكيش حاجة تشرّف تقدّميها لهم وما عندكيش غير شوية فاكهة صغيّرين، موزتين على تفاحية والّا تفاحتين، برتقاناية على شوية فراولة، أي شوية فاكهة والّا بواقي فاكهة وما عندكيش حاجة تانية تشرّفِك كده تقدّميها لهم، وده مش منظر طبعًا نقدّمه للضيوف وممكن يبقى العدد اللي جاي أكبر من إن أنتِ تقدّمي له الشكل ده، تعالي نشوف كده شكل لطيف ولذيذ نقدّم بيه الفاكهة ويبقى شكله كده يشرّف. لو هتجيبي كده طبق عندِك وقطّعي فيه الفاكهة برتقان بقى برتقان أو تفاح، عندِك استفندية، شوية فراولة، أيًا كان، وهتجيبي كده صينية وهتنزلي بيها كده في أطباق متوسطة، ولا أطباق كبيرة ولا أطباق من الصغيرة أوي، اختاري كده طبق يكون متوسط وشكله حلو، ما يبقاش باين عليه إنه صغير أوي ولا يبقى كبير أوي، تمام؟ والموز بالذات هنقطّعه في الطبق بتاع التقديم على طول، ما بيتقطّعش برّه وبعدين نحطه بإيدينا ما بيتمسكش بالإيد، منه لطبق التقديم على طول، لكن لو مثلًا أي فاكهة تانية ممكن تقطّعيها في طبق منفصل وتبدئي ترصيها بإيدِك، هنرص كده الفاكهة بشكل لذيذ وجميل، أي حاجة بقى عندِك، يعني أنا دلوقتي عندي موزتين وتفاحتين زي ما أنتم شُفتوا، عندِك أنتِ موزتين وبرتقانتين، عندِك برتقاناية وشوية فراولة، شكّليهم ووزّعيهم في الأطباق زي ما أنتِ عايزة. أنا طبعًا مش عاملة الأطباق دي للضيوف، أنا عاملاها كده للأولاد وفرحوا بيها جدًا، عارفين كده آخر شوية فاكهة اللي بيتبقوا دول هُم موزتين، طب إحنا 4 هنعمل إيه؟ هنتخانق عليهم؟ ما لو واكلين 20 كيلو موز، آخر موزتين دول الكل بيتخانق عليهم. فده شكل حلو كده تقدّميه للضيوف يشرّفِك، وما يبانش بقى عندِك فاكهة كتير، عندِك فاكهة قليل، الطبق حلو ومليان زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لِك بقى اللي موجود برتقان، يوستفندي، موز، فراولة، أي حاجة متبقية عندِك ضبّطيها، أنا اتبقى مني كمان يعني كانوا يقضّوا يعملوا كمان 5 أطباق واتبقى موزاية كمان، الأولاد واقفين يقزقزوا الحاجة، أنا طبعًا مش عاملة الكلام ده زي لضيوف ولا حاجة، أنا عاملاه لولادي فبألف هنا، دي طريقة برضك حلوة تقدّمي بيها الفاكهة للأولاد، وتبقى شكلها حلو كده وتفتح نِفسهم مش بس للضيوف. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس وشوفي الفيديوهات اللي فاتت، وشوفي الأفكار اللي فاتت، وانتظري الأفكار اللي جاية. أتمنى تعملوا لايك وأتمنى تشتركوا في القناة، وقولوا لي إيه رأيكم. طبعًا شكّلي بمزاجِك بقى، كل واحدة وليها ذوقها في التشكيل. وبعد كده حطّي شِوَك بقى زي ما أنتِ عايزة بالطريقة برضه اللي تريّحِك. بُصّوا بنتي عمّالة تحط في طبق وتشيله، تحط في طبق وتشيله، محتاسة بيه. أصوّر ب4 أطباق لأ تاخده، أصوّر ب3 أطباق لأ تحطه وهكذا. يا رب تكون كده الفكرة عجبتكم وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات.